ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايه لكم فيديو جديد ان شاء الله هيعجبكم. هنعمل مع بعض شويه كشري كده، حاجه جامده من الاخر. اول حاجه كده صلوا بينا على النبي ويلا نبتدي ونشوف هنعمل ايه. ده عدس اصفر على رز، عدس اصفر على رز غسلاهم كويس قوي. هبدا انزلهم في الحله كده. طبعا انتي بتحطي مثلا لو تحطي ربع كيلو عدس هتحطي قصاده ربع كيلو من الرز، هتحطي نص كيلو عدس هتحطي قصاده نص كيلو من الرز، يعني لازم يكون المقدار قد بعضه. وهبدأ احط ميه. بسم الله. كأنك بالظبط بتسوي الرز عادي جدا. نقلب كده، هنشوف بس المعيار بتاع الميه مظبوط ولا محتاج ميه تاني. هحط شويه تاني من الميه كده، وهحط حوالي معلقه من الزيت، وحبه من الكمون، وحبه من الفلفل الاسود. وطبعا هتملحيه كأنك بتملحي بالظبط الرز بتاعك عادي جدا. وهديله تقليبه كده حلوه عشان كل دوت يدوب في بعضه. طبعا لو انت عندك سمنه عاديه هنحط حته صغيره، ما عندكيش خلاص اكتفي بالزيت. لو عندك بقى زبده بلدي حطي مكعب صغير كده، بيديها طعم تاني وبجد بيخلي الكشري ده بيروح في حته تانيه خالص. هنحط بس كده معلقه من السمنه. كريستال عاديه، بس لو انت عندك زبده بلدي يستحسن طبعا، هتخلي طعم الكشري حاجه تانيه. مش هنحط كتير. وهدي الكلام ده كله تقليبه كده حلوه. عشان انا عايزه الملح بتاعي يدوب كويس، وعايزه الفلفل الاسود والكمون كل ده يدوب مع بعضه عشان يبقى كله مفلفل زي بعضه وكله واخد نفس النكهه. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ خلاص انا هغطي عليه كده، واول ما هيغلي هحطه على شعله صغيره وهوطي عليها كاني بسوي الرز بالظبط. حطينا ايه؟ حطينا نص كيلو عدس اصفر على نص كيلو رز، وبعد كده حطينا ميه كاننا بالظبط بنحط ميه عشان نسوي رز عادي جدا، بيبقى يا دوبك عقله صباع كده. وبعد كده حطيت ملح وفلفل وكمون، وحطيت معلقه من الزيت ومعلقه من السمنه. يلا بينا بقى نغطي عليه لحد ما يستوي، وتعالوا نعمل مع بعض الصلصه بتاعته. انا من الناس اللي بحب اعمل جنبه صلصه. تعالوا بقى نعمل الصلصه. زي ما قلت لكم انا بحب اعمل جنب الكشري دوت صلصه. في ناس بتحب تعمله تحمر جنبه بطاطس وبيض وكده وهم بياكلوه لونه كده اصفر، لكن انا بحب اعمله كشري بالصلصه وبالمكرونه. فمعايا حله بقى وهسخنها كويس قوي واحط فيها معلقه من الزيت. دي الصلصه بتاعه الكشري. تمام، بسم الله. وهجيب كده حبه من الثوم كده حلوين. ده توم انا مفرزاه. تمام، هجيب حوالي معلقه كده كده بالشكل ده.
يا دوبك بس هديها تشويحه، يعني مش هخليها تصفر ولا اي حاجه، تشويحه بس مش اكتر. دي صلصه الكشري. الصلصه دي بقى لكل الكشري، كل انواع الكشري، عدس بجبه، عدس اصفر، اي انواع من الكشري. بصوا يا دوبك بس هشممها النار، مش اكتر من كده. وهجيب حوالي نقطة او نقطتين كده من الخل، مش كتير. بسم الله. عايزة اقول لكم ما شاء الله يعني الريحة تحفة. وهنزل بقى بالطماطم بتاعتي، طماطم ضرباها في الخلاط. كده. وهقلب الكلام ده كله كده. وهحط بقى ملح وفلفل اسود، مش هحط اكتر من كده. ملح وفلفل اسود وبس. عايزه تحطي شطه لو انتي بتحبي الشطه حطي، لكن انا ما بحبش، او عشان عندي اطفال مش هينفع ان انا احط شطه، فانا هكتفي بس بالملح والفلفل. وهبدا اغطيها. طبعا هي لونها احمر قوي كده عشان انا حاطه فيها يعني مكعبين من البنجر، تمام. لكن لو انتي مش عايزه تحطي البنجر ده اختياري. بس كده خلاص. هغطي بقى عليها كده وهسيبها تتخدع مع نفسها. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنسلق مكرونه، لان زي ما انا قلت لكم هعمله كشري بالظبط زي الكشري بعدس بجبه، بس بالعدس الاصفر. يلا بينا بقى نسلق المكرونه. بصوا بقى، معانا حله فيها ميه مغليه، هحط فيها شويه ملح كده، وعندي مكرونه خواتم. هتحطي بقى تشكيله مكرونات. ومكرونه هلاليه اهي. وهتحطي مكرونه سباكيتي. كشري بقى. هنعمل ايه؟ هنقلب الكلام ده كله كده مع بعضه كده اهو. هنحط بس شويه مكرونه اسباجيتي تاني. طبعا لو انتي مش حابه ان انتي تحطي مكرونه وتحطي صلصه زي ما انتي عايزه، ممكن تعملي الكشري زي ما احنا عملناه وتحمري جنبه بطاطس، تحمري جنبه بتنجان. طبعا احنا زمان كنا بنحط جنبه بيض، دلوقتي البيض يعني السعر بتاعه عالي شويه، فتقدري ان انتي بدل ما هتعملي بيض مثلا تسلقي بطاطس وتحمريها، تحمري بطاطس، تحمري بتنجان كده، فاهمين؟ لكن انا بحب اعمله كانه كشري، يعني زي بالظبط الكشري بعدس بجبه. خلاص. هسيب بقى المكرونه بتاعتي تتسلق وهصفيها، وهنعمل مع بعض الدقه بتاعتنا ونفرغ طبق الكشري العظيم. عايزه اقول لكم مش مكلف، او يعني بالنسبه للحاجات دلوقتي بالاسعار بتاعت دلوقتي يعتبر مش مكلف، تمام. اكله كويسه تاكل حوالي 8 افراد او اكتر. حلوه وحرشه، ويتاكل جنبها شويه مخلل، شويه طماطم مخلله، تتاكل لوحدها في منتهى الجمال. يلا بينا بقى نعمل دقه التوم ونحضر طبق الكشري بتاعنا العظيم. ما تنسيش تحطي لي لايك، واتمنى يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم. تعالوا بقى نعمل دقه التوم ونشوف مع بعض تقديمه الفيديو.
تعالوا بقى نعمل دقة التوم، ودي برضو اختياري. لو انت عملتي مكرونة وعملتي صلصة مع الكشري يبقى لازم تعملي دقة التوم عشان يبقى كشري كامل. دوت توم متفرز، هاخد كده حبة مش كتير. في ناس بتعملها على البوتاجاز، انا ما بعملهاش على البوتاجاز. خلاص كده. وهجيب ليمونة، واعصرها كده. وهجيب بقى ملح، حبة حلوين كده، فلفل اسود، وكمون، وشطة. الشطة دي اختياري، عايزة تحطيها حطيها، مش عايزة ده براحتك. معلش عفوا يا جماعة الشطة. وهحط خل، حبة حلوين كده من الخل. وهقلب بقى الكلام ده كله كده في بعضه تقليبة حلوة، وهزودها ميه كده. يبقى انا عملت ايه؟ عملت الدقة. اخدت مني حاجة ولا اي حاجة. عايزة تحطيها على النار، بتمسكي التومة تشوحيها بس كده تشويحة بسيطة مع نقطة زيت، وبعد كده بتحطي التوابل بتاعتنا وتشوحيها وتحطي عليها المية وتسيبيها تاخد غلوة. يبقى كده معاكي برضو دقة التوم. ده يعني ده نوعين، ده النوع اللي انا عملته والنوع التاني بيتعمل على النار. اتمنى يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم. هنشوف مع بعض تقديمة الاكل هتبقى عاملة ازاي. زي ما قلت لك تقدري تقدمي الكشري. بصوا انا حتى عايزه اوريكم شكله بعد ما استوى اهو. بصوا شكله. تقدري تقدميه كده وتحمري جنبه بطاطس، او تعملي جنبه بيض، او ان انت تقدري تعمليه زي ما انا عملته كده كشري. يعني مثلا لو العدس مثلا والرز طبعا في الوقت دوت غالي شويه، تقدري تعملي جنبه مكرونه وتعملي صلصه ويبقى معاكي طبق كشري. وبرده تقدري تحطي جنبه لو عايزه تحطي مخلل، لو انت عايزه تحطي بطاطس، عايزه تحطي بتنجان مقلي، زي ما انت عايزه. ده شكل الكشري اهو. يلا بينا بقى نفرغ ونشوف شكله في الاخر يبقى عامل ازاي. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم. اشوفكم في فيديو جديد على خير. مع السلامه، ويلا بينا على التقديمه.